كان عم يقول لي الأخ بمؤسسة الجرحى بدنا نروح نزور الجرحى اللي جراحهم شوي قاسية، يعني اللي صار عندهم بتر، فقدوا نظرهم، فقدوا بصرهم، صار عندهم بتر قدم ايد وهيك، في عندهم حالة نفسية معينة، خلينا نروح نزورهم. قلت له خير. عم نبرم على الجرحى، فشاف بالليستة اللي عنده انه في جريح انقطعوا جرات 2 من الفخذ، وهلا بالورقه مكتوب بنقطعوا ايديه، بتروا ايديه، يعني ايديه وجراه. فقلت له كيف بدنا نواسيه ده، كيف بدنا نخفف عنه يعني واحد. قلت له خير بنروح. وصلنا على باب المستشفى، استدلينا على الغرفة. طبعا العالم كلياتها مثل المحجة، يعني صارت مثل الكعبة، العالم سيارة وناس وعالم كلها بالدور ليفوت الواحد لعنده. لو وصل دوري فتت لعنده. أول شغلة تفاجأت فيها إنه هو بال24 25 سنة عمره، وواقفة بجنبه زوجته عمرها ب 22 23 أصغر منه بشوي. بس المفاجئ إنه عادة بس تفوت عند واحد طالع من عملية بتر أو عملية فيها شيء من الاستئصال أو هيك، تشوف زوجته شاحبة، مريضة، تعبانة، دبلانة، مهزومة. أول شغلة انتبهت إنه طبيعة استقبال زوجته لإلنا فيها سر مش طبيعي، فيها شيء من الاستبشار ومن حالة من النشاط تفاجأت. سلمت أنا، قعدت. بس أول مرة بحس حالي عاجز، إني عادة بفوت بهني، بعزي، بحكي، بسلي، بخفف. بس قدام واحد نايم على التخت بدون إجرين ومبتورة إيده، وبعد إيده التانية يعني شوي معرضة للبتر، وهيك ما قدرت أعزي أو ما قدرت أحكي أو خفف عنه. بس طلعت بزوجته لقيتها بطريقة الترحيب والاستقبال لإلها شوي شجعتني، فقمت سألته. هيدي طبعا جماعة حالي لقل له هالكلمة. قلت له إن شاء الله مصبر، يعني إن شاء الله عندك صبر. فابتسم هو. على فكرة هو وجهه كتير، هو عنده جمال جميل جدا يعني. فابتسم هيك والتفت على زوجته، طلع بزوجته، فكأنه عم يقول لها قليلن، يعني انه مش هو بده يحكي. فقالت لي كلمة بصراحة وقفت عندها منيح. قالت لي مولانا هيدا مش من مواطن الصبر، هيدي من مواطن الشكر. قلت لها بصراحة فاجأتيني، انه كيف يعني من مواطن الشكر؟ قالت لي لانه هيدي اللي صار معه ومعنا، هيدي بشارة من الله سبحانه وتعالى، كنا ناطرينها. قلت لها لحظة، يعني علي يعني هاي يعني مناجاة الموقنين والناس الوالهة الواصلة والعرفاء، أني هودي على قدي، أني شيخ عادي. هيدا الوله وهيدا اليقين مش قليلي بسرعة. شو بشارة ومواطن الشكر. تعجبت، شو اليقين. قلت لها ليه؟ قالت لي انه الليله اللي كان بده يطلع فيها على العمل، على المهمه، يعني لما انطلب فيها للمهمه، عند الفجر، قبل الفجر بدقائق، جلس من النوم، وهو هيك عم يزقر زقر مثل الاسد، وهو عم يقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قالت لي صار يلبي ل3، ويلبي وطريقة هيك بده يقوم بده يقاتل. فأنا قلت له اهدى يا حاج، شو بك، اهدى اهدى. فهديته هيك، قال له أنا وين؟ سبحان الله. فعمل هيك. قالت له أنت هون بالبيت؟ قال له الله أكبر. قالت له شو صار معك؟ قالت عم تقول لي هو عم يعمل هيك وعم نازل دمته وعم يتلوى، عم يتذكر المشهد. فقال له شفت، تمثل لي مشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعركة الخندق، هو عم يقول للناس من لعمرو بن ود وأضمن له الجنة. فما كان حدا يقوم إلا الإمام علي عليه السلام، وقال له أنا له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثلاث مشاهد شاف الرسول هو عم يقول من لعمرو، الإمام الحسين عليه السلام هو عم يقول هل من ناصر. فشاف صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ووراه أصحابه والأنصار وغيره، ومقابله في هيدي أشكال هود التكفيريين المتوحشين بوجوه صلفة ومتوحشة وغليظة، هنو عم يهددوا صاحب الزمان وعم يقولوا له وين أصحابك وين الممهدين لإلك ووينهم، وهيك على أساس هم موعودين بالجنة. فبقول توجه، شفت صاحب الزمان توجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، توجه على أصحابه هيك وقال لهم من لهؤلاء وأنا أضمن له الجنة. بيقول لي أنا طلعت هيك ما لقيتش حدا قام، ما تحملت، صرت دغري قمت من بين الإخوان اللي قاعدين وقلت له لبيك يا صاحب الزمان، ودغري استذكرت قلت له لبيك يا رسول الله. شوف الربط، لبيك يا أبا عبد الله. شوف الإنسان الواعي حتى باللاوعي هو نايم لما بيكون عنده نضج وبصيرة ورابط الأشياء ببعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم كربلاء وصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف قال له لبيك يا صاحب الزمان، فأخذ الإذن من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأقبل على العدو. فإجا واحد هيك شكله متوحش صلف، حمل السيف وقطع له جراه وأشار هيك جراه على فخده، من الفخذ قطع له الجراه اثنين وبتر له ايده، واجا بده يبتر له الثاني ما قدر. فقالت لي مولانا ضب الشنطة وراح مستبشر، وكنا عم نترقب بين ساعة وساعة ويوم ويوم ايمتى بده يصير هيدا الشيء. يعني لا خاف لا تلبك ولا تذرع ولا جاب مثل ما بيقولوا من الطبيب إجازة انه مريض مثل ما بيعملوا عادة بالجيوش التقليدية. لا، جمع الشنطة وحس حاله انه هو محظي من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإمام الحسين ومن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورايح يدور على موقعه ومقامه اللي شافه بالرؤيا. قلت لا، وأنا كمان أنا وياه عم نتواصل مع بعض. شو يعني شو انه ما صار شيء. سبحان الله على هذه ثقافة والله. إذا هيدي بتنحكى قدام العالم مين بده يفهم إنه في ناس عايشة بهيدا المستوى من اليقين. بقولوا لك يا عمي هودي شو بيخليهم ينتصروا، من هني هودي من أهل الأرض ومن أهل السماء. هول السيدة زينب عليه السلام قالت عنهم معروفون في السماء عند أهل السماء والملائكة وتجهلهم فراعنة الأرض. فقالت لي بس استشهد، بس جرح وإجا لما جبناه على المستشفى بتروا له جرات اثنين، بتروا له ايده، وكان طلعوه من غرفة العمليات وعم يتناقشوا ببتر الايد الثانية. فكان هو بحالي هيك من بين الغايب والواعي، عمل لهم هيك مبتسم انه ما تبتروها. هني طلعوا انه هني اطباء بدهم يعملوا غرفة عمليات مشتركة ليشوفوا، ولجنة أطباء عم يدرسوا بتر إيده أو لا. عمل لهم هيك ما تبتروها. هلا هني فكروا هو خيفان. زوجته قالت لهم إنه لا ما تبتروها. قالوا لها ليش؟ قالت لهم اللي شافوا بالمنام هالقد لحد الفخدان انبتر وجراه وإيده، بس هيدي الإيد ما حتنبتر. وفعلا عملوا له علاج وعملوا له جلسات لإيده وبقيت إيده ما انبترت. فقالت لي شو مولانا هيدي مورد بشارة وشكر أو صبر؟ فلما الله سبحانه وتعالى قدر وكرمه بشارة أنه من أنصار صاحب الزمان وهو له شفاعة وأني زوجته وأني خادمته وهياني. قلت لها أنا أول ما فتت لاحظت حالة الاستبشار اللي عندك وعم تدوري على مواضع حاجته لتشوفي شو بده ومستبشرة. أنا بصراحة تفاجأت لما فتت، بس هلأ مش متفاجئ أبدا. أنتوا أهل بشارة، ومش أنتوا بس أهل بشارة، هالزيارة اللي أنا عملتها لإلكم بعتبرها هي بشارة لإلي، وخذونا بحلمكم إن شاء الله تعالى، ونسألكم الرضا والشفاعة. هيدي سر ما ممكن حدا يقدر يكتبه بمراكز دراسات أو تحليل. هاي مقاومة، وهذه الشهداء وهذه الجرحى والمجاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يلحقنا بركبهم مع الحسين وأصحاب الحسين إن شاء الله تعالى، وكن لنا قدم صدق مع الحسين.